ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض ميك اب العيون ده. ميك اب حلو ينفع للسهرات، للمناسبات، ينفع معاكي لو انت خارجه بالليل في خروجه مهمه. الميك اب ده معتمد ان هو يفتح العينين الضيقه ويوسعها ويسحبها. وبرده الميك اب ده يمشي قوي مع العيون المبطنه. لو انت عينك مبطنه عايزه اقول لك ان هو هيبقى اللوك ده جامد عليكي جدا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو، سبسكرايب لو مش مشتركه في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. لو حابين تشوفوني تاني وما تنسوش تعملوا لي فولو انستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ويلا نبدا الفيديو. عملت حواجبي بالقلم بتاع شي جلام درجة شوكليت، ونضفت تحت حواجبي بكونسيلر كده على خفيف، وهحط كونسيلر تحت عيني بتاع ميبلين ايدج رواين درجة 07. الدرجة دي لوني، يعني ما تنفعش للناس البيض قوي. ممكن لو الناس البيض قوي ممكن يستخدموها ككنسلة هالات، والناس السمر قوي ممكن يستخدموها هايلايت. فهي انت لو درجتك لوني دي هتبقى لون وشك بالظبط. بيوتي بلندر بقى مبلوله ومعصوره كويس، وابتدي ادمج. بعد كده هثبت تحت عيني بالباودر بتاعه ميبلين فيت مي. دي ترانسلوسنت، يعني شفافه شفافه، يعني ملهاش لون. بصوا هي لونها ابيض من جوه، لونها ابيض، تمشي مع كل البشرات، تمشي مع اي لون. هي شفافه، هي بس فايدتها ان هي بتثبت او ما بتخليش اي حاجه كريمي انت حطها على بشرتك ان هي تخطط، او بتثبت اي باودر، اي كريمي، سوري، اي كريمي. فانا هتاكد الاول ان انا ما عنديش خطوط تحت العين قبل ما اثبت. ابتدي اثبت بيها بقى تحت عيني. لما تيجي تثبتي خدي كميه صغيره الاول، نزلي الزياده على ايدك وابداي ايه، ثبتي كده على خفيف الاول، تبقى ايدك خفيفه. التكنيك ده انا متعلماه من اسماء عادل، ملكه الميك اب، وآية برضو اختها، اكتر 2 بتعلم منهم. دي مش متابعهم على فكره، فايته كتير. اخد كميه وانزل زياده على ايدي، ابتدي اثبت. بعد كده ابتدي اضغط بقى في المره التانية بكميه ازيد يعني. بس انا مش هثبت من فوق علشان انا عايزه البيجمنت بتاع الشادو يبقى قوي، فانا مش هثبت من فوق. بس ده شكل الكونسيلر بعد ما تثبت. ندخل بقى على رسمه العينين، وهتاكد ان الكونسيلر من فوق عينيا مش مخطط. بصوا لما سبته شويه، بصوا عمل خطوط. انا ما ينفعش احط الشادو على التخطيطه دي، لازم اتاكد ان هي مدموجه، لانك انت لو حطيتي بودره على كريم وهو مخطط بالشكل ده، الشكل ده هيفضل ثابت معاكي، هيبقى شكل الشادو مش حلو. فلازم الاول تتاكدي ان الخطوط دي كلها مش موجوده كده، عشان يبقى شكل الشادو ناعم على عينك. وهجيب فرشه مبططه كده علشان عايزه اخد شادو بدرجه تقيله، او تقل اللون يبقى قوي. وهختار لون بني غامق من الباليت بتاعت بيوتي جليزد دي، هختار اللون ده وهفرده بقى على الجفن العين كله.
فردته كده على الجبن المتحرك بالشكل ده. ابتدي بقى اجيب فرشه بتاعه دمج تكون واسعه شويه زي دي فلافي، ابتدي ادمج او اسيح اطراف اللون. بعد ما سيحت اطراف اللون شويه ودمجتها، ابتدي اجيب لون افتح شويه عشان ابتدي ادرج اللون. فهختار لون بني من الباليت برضو نفسها بني افتح شويه. بنفس الفرشه نضفتها، وهختار نفس اللون اللي قلت لكم عليه اللي هو البني الفاتح شويه ده. ابتدي ادرج وبرضو امسح الفرشه من اللي فيها. ابتدي ادمج اللون على فوق تاني. بصوا اداني تدريجه الالوان ازاي. بعد كده هجيب القلم الكحل بتاع ريميل اللي هو البيج ده شكله، وهبتدي اعمل ايلاينر من ورا واخد من خط الرموش اللي من تحت بحيث ان انا افتح العين او اسحبها اكني برسم رسمه الايلاينر العاديه بس هعملها بالكحل. خلصت سحبة الكحل البيج كده، هبتدي اجيب فرشة تكون رفيعة خالص كده زي بتاعة ايلاينر او بتاعة حواجب. المهم تكون فرشة مبططة وشعرها قليل علشان ارسم تحت الايلاينر بشادو اسود، اي شادو اسود عندك، وامشي تحت خط ايلاينر بيج بالفرشة باللون الاسود. بالشكل ده. بعد ما خلصت سحبة الشادو الاسود كده بالشكل ده، هبتدي اجيب فرشة بنسل تكون شكلها عامل كده، وهاخد اللون البني من الباليت اللي هو اللي انا حطيته في الاول اللي هو اللون اللي كان الاولاني البني الغامق، ميكس ما بينه وما بين اللون الفاتح اللي انا درجت بيه اللونين اللي درجت بيهم هنا، يعني نقطة صغيرة من هنا ونقطة صغيرة من هنا، وابتدي اموه او ادمج الخط بتاع الشادو الاسود اللي انا عملته. بالشكل ده. بعد ما خلصت بقى الايلاينر اللي هو بالشادو من تحت اللي هو سحبة العين في العين الاتنين بالشكل ده، ابتدي بقى اجيب اي قلم ايلاينر عندي. انا بستخدم بتاع ميبلين سوبر ستاي، ده شكله احسن قلم بحبه في رسم الايلاينر
ثابت وسواده تقيل. هرسم بقى بيه ايلاينر عادي من فوق. بعد ما خلصت الايلاينر بالشكل ده العين الاتنين، ابتدي بقى ارسم مدمع صغنطط كده للعين، اسحب بيه العينين من قدام. بالشكل ده. بعد ما خلصت بقى اللوك بتاع العينين كده، لو انا حابه اسيبه كده وانزل بيه كده هو حلو شكله. لو انتي حابه تحطي فيه بقى حته جليتر كده ممكن نلعب ونغير في شكل اللوك. ممكن نستخدم جليتر ذهبي، يعني ممكن استخدم الجليتر ده، احط منه حته كده فوق الجفن بحيث تنفع معاكي في فرح بقى صوابعك. تحسوا الجليتر بيغير شكل اللوك. بعد كده بقى استخدم معاكم ماسكارة لوريال بتاعت اير فوليوم. ده شكلها. هروح اركب بقى الرموش وارجع لكم. وده شكل اللوك النهائي بعد ما ركبت الرموش. بصوا شكله. عايزه اقول لكم الرموش دي كنت جايباها من شي جلام برضو. هو سيت كده بيبقى فيه 10 رموش، اللي هي بتبقى قصيره من قدام وطويله من ورا. عايزه اقول لكم شكلها جميل جدا، هي اللي محليه اللوك اكتر. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك. هستنى منكم كومنت ايجابي، واستنوني فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.